اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحم أمي واغفر لها وسامحها واسكنها فسيح جنات وصبر قلبي على فراقها وارحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. صباح الخير على أهل الخير، يا رب تكونوا بخير، أو مساء الخير على حسب انتي بتتفرجي عليا امتى. نعمل بقى ايه حاجة حلوة كده للولاد، بما اننا الجيلي ده انا كنت عاملاه مع البطاطس. ولادي بقى بيحبوا الاكل اللي هو من غير لحمه ومن غير كده، عشان بيبقى معاه حلو، يعني بحاول اعوضهم، مفيش بروتين فبيبقى فيه حلو وراه. حلو انا عاملاه مش فاكهه، يعني الفاكهه ده مش حلو، البيبسي والحاجات دي مش حلو، لا دي حاجات بتتجاب، لكن الحلو اللي انا بعمله بايدي. كان عندي كيسين جيلي في التلاجة، قلت ايه اعمله لهم، هما بيحبوه. هما كانوا عاوزينه بصراحة بموز، بس انا يعني منزلتش فعملته لهم كده. جبت بقى دورق وحطيت غليت كوبايتين ميه. هي العلبة المفروض بتاخد كوباية ميه ساقعة وكوباية ميه سخنة، فانا بما اني هعمل علبتين عملت كوبايتين ميه سخنة وكوبايتين ميه ساقعة. وحسيت ان الجيلي تقيل شوية كده، فزودت نص كوباية ساقعة ونص كوباية سخنة، ونزلت عليهم بقى بالجيلي وقلبته كويس. طبعا بيبقى طعمه ايه، مش لا هو حلو ولا هو، بيبقى دلع شوية كده، يعني مش مظبوط، السكر بتاعه مش مظبوط. فزودت معلقتين سكر عشان يبقى طعمه حلو، يعني يبقى حاجة مسكرة كده. شايفين لونه احمر ازاي؟ انا بحب الجيلي اللي بالفراولة. لو اتعمل بقى بموز بعمله بطريقة تانية، عشان الموز ما يبقاش على الوش كده ويسمر. بحط نص الجيلي واحطه يسقع، وبعد كده احط الموز، وبعد كده احط الطبقة التانية، عشان الموز اما بيبقى على الوش بي بيغمق وبيسود، لكن لما يكون طبقة في النص كده بيفضل لونه زي ما هو. جربيه وهتعجبك الطريقة، وبالهنا والشفا، وباي باي.